ويا ضحك ملكش جمايل علينا. والله العظيم تالت الموضوع قلب كوميديا. يعني تخيل دول شويه احفاد نشطاء سياسيين لبنانيين قال طلعوا قدام السفاره المصريه عملوا مظاهرات ضد مصر ورئيس مصر وسياسات مصر. طب يلا ما تكلمني عن سياسات لبنان، يلا ما تكلمني اخبار سيادتك على ارضك ايه، يلي الاسرائيليين كل شويه داخلين حاطين عليك وداعسين شرفك. يلا ده داخلين كل شويه بطيرانهم يقصفوك ويخرجوا زي صباح الخير، وهو كيفي كده اخش اضربك. يلا يا مهزأ يا مهزأ، افتح جوجل المجاني واكتب بس مصر تقدم مساعدات للبنان. اتفرج على الجسر الجوي اللي اتعمل لبلدك على مدار شهور عشان يلحقكوا. يلا ده احنا اكلناكوا وشربناكوا وعالجناكوا وعملنا لكم مستشفى ميداني. يد انت الجيش اللبناني لما فلس ما بقاش عارف ياكل جنوده. يد ما تخلوناش نقل منكم اكتر من كده. يا منطقه عره ما جابتش راجل غير السيسي، يا منطقه عره ما فيهاش بلد تشرف غير مصر، يا منطقه منزوعه السياده، يا مهزئين يعني قال لك سياسات مصر. يلا انت عندك بلد، يلا انت عندك بلد ودوله وكيان كده ورئيس ووزارات. انت عندك يلا ده انتوا سرقتوا بعض في البنوك. يلا فلوسكم اتسرقت في البنوك. يلا كنت تعمل المظاهرات دي ضد الاسرائيليين، يلا مش ضد مصر. يلا مصر يا حبيبي وحررت ارضها وزي الفل الحمد لله، وقاعدين في بلدنا كافيين غيرنا شرنا. قاعدين في بلدنا وجيشنا بيحمينا. انا عارفه ان ما عندكش جيش فما تعرفش يعني ايه رجوله، وانا عارفه ان عينك على الجيش المصري عشان دول الرجاله الوحيدين في المنطقه. من الاخر كده دول الرجاله الوحيدين اللي فاضلين في المنطقه، اللي محافظين على ارضهم لا حد يقدر يدخلها ولا يعمل فيها اي حاجه. مش زيكم طبعا، ولا معدومين السياده. عندنا قواعد اجنبيه في يعني احنا الجيش الوحيد اللي على ارضنا هو الجيش المصري. لا عندنا جيش مش عارف ايه، ولا عندنا حزب مش عارف ايه، ولا عندنا مولانا مين وسيدنا. ما عندناش احنا الكلام ده. احنا ما عندناش زعامات. احنا عندنا الجيش المصري، الرئيس المصري والدوله المصريه والشعب المصري. بلاش نكش علشان قلنا هنهين اللي جابوكوا. بلاش نكش يا جدعان، عشان انتوا كلكوا على بعضكوا كده ما تسووش حاجه في مصر بشعبها برئيسها بجيشها. ما تجوش حاجه. فاستحملوا بقى، استحملوا. طبعا ده كله مع كامل احترامي لاصدقائي اللبنانيين، بس ده حق الرد مكفول يا بهوات. حق الرد مكفول. اما تطلع مظاهرات زي دي في بلدكم والشعب المصري والقياده المصريه والجيش المصري يتهان، لا معلش نرد احنا بقى ما دام مفيش كيان عندكم في دوله بيعرف يرد. اوكي يا حبيبي، روح يا حبيبي ندار على حال بلدك. روح كده، يمكن وانا بعمل الفيديو ده تكونوا خدتوا لكم بومبتين كده من طيارتين ولا حاجه. السلام عليكم.